الخبرة هم أهل الخبرة، هم اللي بيكتشفوا الموهبة وبيثقلوا مواهب الطلبة، وأنا ما أنا إلا ترس من ضمن تروس الآلة. التربية المسرحية أو الصحافة أو النشاط شربين مستمرين دايما في البحث عن المواهب الصغيرة وإثقال مواهبهم وتقديمها للمجتمع. لو هديك القلب هدية والدنيا معاه برضه شوية، يلي مليت القلب بحبك، يلي مليت القلب بحبك، لك مليون فضل عليا. جنة ربي تحت أقدامك ورفع رب العزة مقامك، وأنا أهمي شرطك يا حبيبي وهكون طول عمري خدامك. عيدك ابدا مش يوم واحد، واللي يقول كده قاسي وجاحد. واعتقد ان الشربين خلال 3 سنوات يا عبد باشا، اعتقد ان هي استطاعت ان هي تحط بصمتها على المستوى الاقليمي وخارج الاقليمي، ويمكن مثلنا مصر ونمثل مصر ان شاء الله قريب. فلماذا لا يمنع عنا جبروت هذه البلد؟ قلت لك انهم من المقربين جدا لدى الوالد. املي في الله، احنا مثلنا مصر في الامارات العربيه المتحده الشارقه، واعتقد ان احنا لنا موعد اخر في تمثيل جمهوريه مصر العربيه قريبا برضه مع بنتنا اسماء حمدي. مسعد باشا، العلاقه اللي بيني وبين زمايلي ليست علاقه اداريه اطلاقا ولن تكون علاقه اداريه. اللي بيني وبين زمايلي هو الحب اللي بيجمع ما بيننا، ولذلك كل انسان بيتحرك وعاوز اللي هو ينجح ادارته، مش لاداء وظيفي، لا، لان انا وعبده والمجموعه في مختلف الانشطه تربطني علاقه اخويه حميمه، وبالحب بنقدر نحقق كل نجاحاتنا ان شاء الله. والله انا بتوجه بالشكر لاداره شربين، توجيه التربيه المسرحيه باداره شربين. عبده العراقي اخ وعزيز وعامل مجهود كبير جدا هو والطاقم اللي معاه. الناس ديت مجهودها ظاهر في المسابقات، مجهودها ظاهر في المسابقات اللي بيقوموا بيها. هم بتصعدوا جمهوري دايما وبيشرفوا المديريه وبيشرفوا التاهيليه وبيشرفونا في المستوى الجمهوري. ده راجع لمجهودهم المبذول، يعني هو كل الشكر ليهم يعني. وطبعا على راس المنظومه مدير العام الاداره، الراجل ده راجل ما شاء الله بيشجع الانشطه، وواضح جدا الكلام ده هو بان هو مجرد انه يجي يحضر الحفل النهارده او الحفلات السابقه ده بيشجع، او بيبقى الموضوع كله منتظم نتيجه رعايته للطلبه اللي موجود. احنا في الاول بنرحب بالساده الضيوف اللي شرفونا النهارده، الاستاذ مدحت غنام موجه عام المديريه، والاستاذ محمد الشراوي موجه اول المديريه. ونشكرهم على تشريفنا لحضور التصفيات على مستوى المديريه في اداره شربين التعليميه. وبنشكر الاستاذ عادل رمزي
مدير عام الاداره اللي شرفنا النهارده، وكان بصحبته الاستاذ جعفر رئيس مجلس الامناء، والاستاذ عطاء مدير مكتبه. وشرفنا النهارده بحضور المخرج الكبير الاستاذ مسعد غيط. ده طبعا على راس القائمه، لان ده راجل فنان قديم ومخرج حقيقي وعنده ابداع جميل جدا، واحنا ساعات بنستعين به وبناخد برايه في شغلنا، لان هو عنده خبره احسن مننا. بالنسبه للمواهب، احنا بنتبنى اي موهبه في اي مدرسه وبنعرضها على المسرح المدرسي، وبنقف جنبها على مدار العام وبقيه الاعوام، سواء من ابتدائي او اعدادي او ثانوي، وبعد كده بتنقطع الصله بيننا وبينه لما بيروح الجامعه. طبعا بنتابع كل الساده الموجهين بيمروا على المدارس وبيتابعوا تقدير المدارس بالنسبه للطلبه الموهوبين، وبيكرموهم في مدارسهم، واحنا بنكرمهم عندنا على مسرح اداره شربين التعليميه بنقابه المعلمين. ونسيت برضو اضيف ان شرفنا الاستاذ يوسف عبيه نقيب المعلمين بشربين. هو دايما بيساعدنا برضو، بيقف جنبنا وبيديلنا المسرح بتاع النقابه، وده مجهود بنشكره عليه وربنا يديله الصحه. اقول للموجهين انا عايز مزيد من الشغل، وبشكركم على مجهودكم، بخص الاستاذ الجندي المجهول معايا الاستاذ اشرف عبيه والاستاذ ابراهيم لولي، لان دولت يعني اكتر ناس بيتعبوا معايا شويه بالنسبه لتجهيز المسابقات وبالنسبه للتدريبات. وطبعا بقيه الزملاء الموجهين بيقوموا بزيارات المدارس والتوجيه، وبيعملوا عمليه تنقيه وتنقيح وفلتره للمواهب، وبيوجهوهم للمسابقات وبيحضروا في اوقاتهم وفي حينهم. الاول قبل ما اقول اي حاجه مفاجئ طبعا للشكر لاخونا الكبير الاستاذ عبد الحميد، وللتوجيه للتربيه المسرحيه باداره شربين على حسن الاستقبال والمجهود الرائع اللي شفناه النهارده منهم هنا في شربين. بيلفت نظرنا والله عموما في اي اداره بننزلها حسن التنظيم الاول طبعا، وحسن الاعمال اللي احنا بندور عليها. في اعمال كتير جدا بتقدم فقرات فنيه ممتازه ممتازه ممتازه، ويمكن احنا لاحظنا النهارده هنا في شربين في كام فقره كده ممتازه. لا طبعا كل مسابقه بننزل التحكيم ليها معروف البنود بتاعتها وشروطها، والساده الاساتذه طبعا الموجهين كلهم عارفين الكلام ده، فبننزل بندور على الشغل وبندور على المواهب وبندور على الفقرات اللي بتناسب كل مسابقه على حده. عندنا مسابقه اعياد طفوله في الاول، ومعاها مسابقه القاء شعري، ومسابقه مسرحه مناهج وفنون مسرحيه، وفي الصيف انديه صيفيه، وفي مراكز قدرات. والحمد لله يمكن ربنا وفق محافظه الدقهليه السنه دي ان هي طلعت خدنا مركز اول جمهوري في مسابقه الالقاء الشعري، وصفنا على المستوى القمي بالقاهره الاسبوع اللي فات. يا حبيبتي يا مصر يا